السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم حرشه بالنكهه ديال القهوه. كتجي شي حاجه اللي زوينه بزاف ورائعه وسهله ومقادير بسيطه كيف العاده وخفه نزربان دغيا تسرعوها. ما كاملاش نص ساعه المكان غتصايبوها كامله، يعني بطيابها بمقاديرها بكل شيء ليها. اذا ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير بطريقه التحضير. اذا هنا غادي ناخذ القصريه وغادي نديرو فيها جوج كيسان ديال السميده رقيقه، كيسان ديال العنبه، وكنضيفو شويه ديال الملحه، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت. وغادي نبسو هاد السميده هادي نبسوها مزيان بداك الزيت حتى كتدخل في هذيك الزيت مزيان كيف ما شفتوا معايا. ضروري هاد العمليه هادي. ومن بعد كنضيفو واحد المعلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان تكون عامره شويه. صافي كنضيفو هنا خماره وحده ديال 8 غرام من وزن 8 غرام. كنضيفو بيضه وحده، مقادير بسيطه كيف ما شفتوا معايا اللي ما بغاش يصايبها. صافي وكنزيدو واحد الياغورت طبيعي اللي بغى يكون اللي بغى يديروه بالفاني بالنكهه الفاني ماشي مشكل، المهم انا درتو طبيعي. صافي هنايا غادي نضيفو واحد جوج معالق كبار ديال الفيرميسيل اولا ديال الشعريه ديال الشكلاط، كنكونوا دايرينها في المجمد باش ما كتذوبش لينا وسط من الخليط. صافي كترتاح واحد 5 دقائق بين ما وجدنا الطاوه ديالنا والورق ديال الطبخ. هنا كناخذوا كويرات وكندوزوهم في السميده الغليظه، السميده ديال الكسكسو اللي كنصيبوا بها الكسكسو كتجي احسن، كتجي باينه. صافي وكنكوروا على هذا الشكل هذا، كندوزوها في السميده وكنوضعوها في اللاطه ديالنا حتى كنكملوا كميه كامله اللي عندنا. ما تنسونيش من اللايك والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزني وكتخليني دائما كنعطي اكثر واكثر، والناس اللي عاد دخلوا يتابوناو باش يوصلهم كل ما هو جديد. صافي من بعد ما كنكملوا كنبركوا هكا بالاصابع عليهم على هذا الشكل هذا باش كتشقق، وكنديروا عليها العافيه من الفوق حتى كتشقق وكنطلعوها الفوق كتكمل الطياب وكتخرج على هذا الشكل هذا. كنقدموها مع كويس ديال اتاي في العشيه هكا. صراحه اللي ما بغاش يصايبها خفه نزربن دغيا تسرعوها وبمقادير بسيطه كيف ما شفتوا. الى فيديو قادم والسلام عليكم.